مرحبا، أنا لبان. أهلا وسهلا فيكم بقناتي أكلي أونلاين. اليوم الفيديو تبعنا هو جق ملبن مثل ما نحن بنسميه أو الملبن أو مثل ما بيسموه التراك سج الجوز. هاي الأكلة إلها معجبين كتير وبحبوها كتير عالم، وحبيت أعطيكم وصفتها ونجربها سوا. خلينا نشوف المقادير. نص كيلو جوز، كاسة ونص دبس عنب، كاستين مي، ربع كاسة طحين، ربع كاسة نشا، نص كاسة سكر. بده يلزمني كمان بالمقادير خيط يكون سميك شوي مع إبرة تناسب الخيط. طريقة التحضير: أول شي عندي نوعين جوز نص حبة وجوز ربع حبة يكون حجمه مناسب. ضميت الخيط وعقدته من الأخير عقدتين مشان ما تسحل الجوزة. بلشت أضم الربع جوزة وأصفهم ورا بعض بالترتيب لأحصل على الطول اللي بدي إياه. أنا بالنسبة إلي عملتهم طوال شوي. هلأ بدي أعمل الموديل الثاني. أول شي عقدت الخيط كمان من تحت وضميت نص الجوزة، كمان برجع بقعد فوقها تقريبا بإصبعها عقدة تانية، برجع بضم النص التاني، وهيك كمان برجع بعيد بعقدتهم مرة تانية وضميت الجوز لوقت ما أوصل للطول اللي بدي إياه. بعد ما خلصت ترتيب الجوزات صاروا الحبال عندي جاهزين. ربطت معهم بالأخير محل ما بدي أشيلهم تيلة صغيرة وعملتها على مثل شكل نص دائرة مشان أعلقها على خشبة أو تعلقها. بدي أحضر الصوص تبع الجق ملبن. أول شي حطيت دبس العنب، صبيته بالطنجرة، كمان حطيت فوق المي، بس عبت شوي من المي مشان أروب فيهم نشا وطحين. كمان ضفت السكر. هلأ حطيت النشا والطحين حركتهم كتير منيح مشان أتأكد من عدم وجود أي كتل فيهم، هيك أفضل من إنه أنا أضيفهم رأسا على المزيج لأني رح يضل فيهم كتل. هلا صبيتهم على المزيج وأنا حطيته على النار، ضليت أحرك لوقت ما يغلي المزيج ويصير سميك كتير. هلا أخذت حبل الجوز وغطسته بالكامل بالصوص. بدي أشيله وأعلقه على طرف أو على أي شي ممكن أنتو موجود عندكم مشان يصفي شوي ويخلص تنقيط هذا الحبل الثاني، وبتابع كل الكمية بنفس الطريقة. هلا أول مزيج رح يكون سميك شوي، طبعا بدنا نجهز تحته يا صينية أو مادة سيليكون أو ورق زبدة. بعد نص ساعة تانية بنرجع بنغطس كمان الدور الثاني. هو أنا اكتفيت بدورين بس لأني سماكته كتير كويسة ومنيح، يعني ما بده أكتر. اللي بده أكتر ممكن يغطس 3 مرات. كل ما شرشر منه أنا بدي أشيل أرجعهم على الطنجرة لوقت شوي وبيوقف الشريط خلص نهائيا ما بقى بينقط. بدهم تقريبا 3-4 أيام لينشفوا تمام. هلا صاروا عنا جاهزين بعد 3-4 أيام. بدي أقترح عليكم شلون طريقة تعليقهم. أنا هون حطيت كرسيين على القفا وحطيت بيناتهم عصاية وعلقت عليهم هون الحبيل، حطيت تحتهم صينية مشان إذا صاروا نقطوا، أو بإمكانكم تحطوهم على منشر الغسيل كمان فكرة تانية وتعيفون لينشفوا. هاي صاروا جاهزين نشفانين بعد 4 أيام هون. هاي كمان بالشكل الثاني. أكلة كتير طيبة، أطيب من الجاهز بكتير، بنصح فيها كتير وطريقتها جدا سهلة. أما الفيديو اللي جاي هو شي من الخيال، كيكة بتاخد العقل، عبارة عن مزيج من موس شوكولا والجناش، طيبة كتير. انتظروني بالفيديو اللي جاي، ولا تنسوا تزوروا صفحتي على الفيسبوك ليليان كيك وتعملوا لايك واشتراك بقناتي، وصحة وهنا. باي باي.